هلو جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ It's been a very long time. انا عارفه ان انا مقصره قوي في حق الناس الجميله اللي هنا على يوتيوب، بس it's fine. I'm back. I'm here. الحقيقه انا راجعه. اول حاجه الفيديو النهارده عن اجابات بعض الاسئله اللي بتجيلي كتير على انستجرام، especially لما بكتب انه اللي عايز يعني اجابه على اي سؤال. فجمعت اكتر اسئله شايفاها ان هي ممكن تكون يعني جات لي كتير، وقلت نجاوب عليها سوا هنا عشان تبقى موجوده، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. المهم السؤال الاولاني اللي جالي بيقول يعني ايه though، اللي هي THO. بصوا هي بتتكتب كده، انا هكتبها لكم هنا، ودي معناها زي كلمه though او however اللي هي بتتحط في اخر الكلام، وبيبقى معناها ان انت you don't understand something او disagree، او انه زي كده كلمه بالرغم من. for example مثلا ممكن نقول I had an amazing time even though I had a broken arm. برغم ان انا كنت ايدي مكسوره بس انا اتبسطت. فده معنى كلمه ده. يا رب تكونوا استفدت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ممكن مواقع او ابلكيشن احفظ منه جمل. طبعا اول حاجه انا بحييك جدا ان انت عارف ان هتحفظ جمل مش كلمات، لان الجمل هي اللي بتخلينا نتكلم اسرع، لكن الكلمات بتتنسي او مش بتتنسي، ممكن تفضل فاكرها بس مش هتعرف تحطها في جمله، لكن الجمله بتنجز عليك الوقت. بدل ما تتعلم جود لوحدها ومورنينج لوحدها، ممكن تتعلم من الصبح من جود مورنينج. المهم في ابلكيشن انا كنت عملت له قبل كده ريفيو، والابلكيشن ده حلو جدا، وميزته انه مش بس عليه الجمل، عليه كمان بتسمع الجمله ازاي. هو ابلكيشن كيك، انصحك بيه، حلو قوي. اللي هو علشان احسن الانجليش بتاعي اتفرج على الافلام كتير ولا لازم اسمع اغاني كتير؟ بص يا سيدي، اول حاجه عشان نبقى صراحه مع بعض، انك تتفرج على افلام او تسمع اغاني دي حاجه برضو انت يعني متحمل ذنوبها، لانه نوع الاغاني او نوع الافلام اللي انا بدعوك انك انت تتفرج او تسمعها علشان خاطر تنمي الانجليش بتاعك هي نوع معين، اختيارك انت المسؤول عنه، انا بريئه منه قدام ربنا. ده اول حاجه. تاني حاجة الأفلام اللي هي أنيميشن موفيز، كارتون، أو الأغاني اللي هي بتبقى يعني فيها جمل نستفيد منها، دي بتنفعك قوي. طب اتفرج على افلام ولا اغاني؟ على حسب اللي انت بتفضله وبتحفظ بيه. في الحالتين الطريقتين كويسين جدا جدا علشان ينموا الانجليش بتاعك. ولو انت مبتدئ قوي ده ممكن شويه يبقى متعب، وعموما هي الطريقه في الاول بتبقى متعبه، لكن هي دي اصلا الطريقه اللي احنا بندرس فيها في انجلش زون، بتجيب نتيجه كويسه جدا 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 لانك بتسمع من الناس اللي اوريدي بتتكلم. قولي دربن دح 5 مرات. ميلك شيك بتنطق ازاي؟ بصوا يا جماعه، ميلك شيك، ميلك شيك، ميلك شيك، ما اسمهاش ميلك تشيك. وانا عملت فيديو على الموضوع ده قبل كده. بتدي كورسات انجليزي في اسكندريه. بصوا يا جماعه، يعني السؤال ده اجابته ولا. احنا عندنا فرع في اسكندريه، انا بدرس لا، ومش بدرس في اي فرع من الفروع، وقفت تدريس بقالي 2 أو 3 سنين. ايه الفرق ما بين should to و have to؟ طيب خلينا نتفق ان مفيش حاجه اسمها should to، هي اسمها should واللي بعديها بيجي infinitive، يعني ما فيهوش اي اضافه ولا اس ولا ing ولا اي حاجه خلقها ربنا. بيجي should do كذا مثلا، ما بنحطلوش اي اضافه. اما have to بتتكتب have to. طيب الفرق ما بين should و have to، should هو نصيحه، يعني انا بقول لك يا ابني انت بلاش تشرب سجاير مثلا، بقول لك you shouldn't smoke، you should drink milk، بقول لك لازم تشرب لبن كده عشان تكبر وتقوى. فدي نصيحه، انا بديك ادفايس. لكن have to هي حاجه اجباري عليك، ضروري عليك، ومش بعيد تكون اساسا policy او rule. ف you have to fasten your seat belt، يعني انت محتاج لازم ان انت تعمل حزام الامان. وده كان اخر سؤال، ومنتظره منكم الاسئله اللي انتم حابين تسالوها في الكومنتس، وان شاء الله هتلاقوها في اجابتكم. هتلاقوا اجابتها. عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه في الفيديوهات اللي جايه. ودي نهايه حلقتنا النهارده.